الفل عليكم يا جماعه، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يجعلكم بحلقه جديده ولاول مره، وهو بودكاست رمضان كريم لاول مره تقريبا نعمله. طبعا وانت طيب والله العظيم. ربنا يخليك. معانا طبعا اليكس ومعاكم شادي اشرف في قناه الكوره في شوال. فما تنساش طبعا تشترك في القناه وتفعل زر الجرس. قناه الجيمنج بتاعتنا تحت هينزل عليها حاجات جديده كل يوم خميس وايه تاني، خميس وسبت وثلاث تقريبا. لا حد ولا حد وثلاث، فبينزل عليه فيديوهات برضو، فيديوهات ريل وكل حاجه انتوا عايزينها. النهارده هنتكلم على مسلسلات رمضان ال 15 حلقه، على ان احنا في نص رمضان دلوقتي. فاضل يعني تقريبا الحلقه الاولاني من كل مسلسل من الاخر. فاضل تقريبا حلقه يعني، احنا فهمنا المضمون بتاع المسلسل يعني. ماشي، فتعالى نخش في الحلقه. تعالى نبدا واحده واحده كده. انت كنت بتتفرج على مسلسلات ايه اصلا؟ فانت كنت بتتفرج على، انت قلت لي تقريبا بتتفرج على حكيم باشا وفهد البطل. حكيم وفهد بيتفرج على حاجات يعني مفيش حد غيرك انت بتتفرج على. صح تقريبا حكيم وفهد وفي رامز. رامز. بتتفرج على شهادة مامة اطفال. انت مش بتتفرج واتفرجت على كام حلقه؟ كلهم طبعا. كلهم. انا اعرف، ماشي، اعرف ناس اتفرجت على حلقتين ثلاثه. تعالى نمسك حكيم باشا ده. ماشي، انا مستحيل اتفرج على مصطفى شعبان عشان ما بحبوش. مستحيل نقطه من اول السطر. مستحيل اتفرج عليه. مستحيل يا ابني. مسلسلات وهي كلها هو، سواء هو او محمد رمضان او بتاع فهد البطل ده اسمه ايه؟ العوضي. الثلاثه عمري ما اتفرج لهم على مسلسل. وغدا عادل. الاربعه دول، غدا عادل ايه؟ غدا عبد الرازق. مستحيل. هو يا اسطى، هو نفس الحاجه. يا غدا عادل دي تعمل كل سنه مسلسل هو. لا انا مره اخر ما اتذكر المسلسل اللي مش عارف لما كانت باعت عيالها ومش عارف ايه. انا ما اتفرجتش على حاجه. انا مش عارف ده من كام سنه. ده اخر مره اخر حاجه اتفرجت لها عليها اللي هي ايه؟ الزوجه الخامسه ولا الزوجه الرابعه؟ مش فاكر. الزوجه السابعه. انا مش عارف. في حاجه اسمها كده. انا لما باعت عيالها وبعد كده اشتريتهم تاني يا ابني اللي هو المسلسل بتاع الاكل الحرام يخاف ده. الاكل الحرام يخاف. عارف اسمه ايه بقى؟ ده مش ده بتاع مصطفى شعبان. لا، في كان واحد ليها زهره الزوجه الخامسه. لا ما اعرفوش. ده اخر حاجه انا اتفرجت عليها ليه. وده كنت عيل صغير، كنت بتفرج مع امي، فانا مجبور ان انا اتفرج على حاجه زي دي. حكيم باشا بيعمل هو نفس المسلسل. الحاجه الوحيده اللي اتفرجت له عليها هو يا ابني ده مختلف عن اللي هو الاكل الحرامي مات ده ولا اللي يموت ولا ماشي حلو. من بعد اللي هو الاكل الحرامي يخاف ده ولا اللي هو ايه، ستريك، نفس المسلسلات. هو عمل مسلسلات كتير من بعد البتاع. ما هي ما هو نفس الدور. عمل مسلسل اللي هو بتاع رمضان اللي فات المعلم ده. هو ايوه هو هتلاقي نفس حكيم باشا. ايه الفرق؟ انا اتفرجت عليه الصراحه. كان بياع سمك. انا اتفرجت على الريليزات اللي بتطلع لي. كان حكيم باشا، قصدي كان معلم ومش عارف سمك وحاجات كده. هو نفس القصه بنفس كل حاجه. انت اتفرجت على القصه المره دي؟ عارف حكيم باشا من اسم المسلسل معروفه. هي يعتبر. ايوه احكي لنا كده مثلا، ادينا البريف في الرغيف كده بسرعه. هو كبير في الصعايده يعني مثلا. اهي ماشي. هي ده كبير بس هي انت عارف عمده في الصعيد دي اتعملت كام مره؟ انا اتخنقت، انا اسف جدا والله العظيم، اتخنقت من الصعايده. يخرب بيت كميه المسلسلات يا جماعه. انتوا كرهتونا في الصعايده بجد. يعني محمد رمضان ده كل سنه يعمل لك حاجه في رمضان عن الصعايده. مش عن الصعايده. هو ما اتفرجش عليه بس هو يا راجل ده كله عن الصعايده. يعني اخر من كان اول ايه؟ مش كان كان صعيدي. صح. اللي قبله كان صعيدي. اللي قبليه كان صعيدي. كل حاجه هي بالظبط. من ساعه مسلسل اسمه ايه الاسطوره؟ لا قبليه كان اقرا ده فيه. كنت بتفرج عليه. لا اللي كان عامل ظابط كنت بتفرج عليه والله. كنت بشوفه انا اوقات على نزل من 5 سنين تقريبا. كان اسمه ايه بس انا مش فاكر اسمه. هو كان ظابط فيه صح. لما كان بيجيب كان سعيد. ايوه وكان سعيد. بس رجع خدم في السعيد ما اعرفش في المنيو بالظبط. هو المسلسل ده بس انا مش فاكر اسمه. ما انا ما اتفرجتش عليه بس كنت بشوف لقطات على الفيس يعني. بس هو من ساعتها استريك صعيدي. طب ايه الفرق؟ يعني ايه الاختلاف؟ يعني ما هو سعيد عايش في المدينه. ايه الاختلاف اللي هخش اتفرج عليه؟ سعيد عايش في المدينه. ايه الاختلاف؟ عايش في المدينه. فين القصه؟ فين القصه؟ القصه هي بتاعت اللي فات، السنه اللي فاتت. هي سواء هو اصلا البطل. هو ريحك وما عملش اصلا السنه دي. هيعمل السنه الجايه
لا هو هل هيعمل حاجه جديده؟ هيعمل الجزء الثاني من نفس المسلسل، هيغير لك القصه. الجزء الثاني بيقولوا كان هيعمل اخر واحد ياسر جلال في حته جودة. ده برضو صح، مستحيل اتفرج عليه. مش مهم، ما تبلع انت. مستحيل اتفرج عليه. لا انا بقى عايز اتكلم عامه اللي هو ايه، ياسر جلال دماغ معلم، اللي هو ايه مش ثابت على نهج معين، كل شويه يغير على قصه اصلا. دي بصراحه يعني مين في المصريين جاي في دماغه اللي هو هيعمل حاجه عن ألف ليلة وليلة؟ هو ايه جودة بقى؟ انا ما اتفرجش على التجارب، بتتفرج على جودة قصه من ألف ليلة وليلة. انت عارف قصه ألف ليلة وليلة؟ لا يا ابني ألف ليلة وليلة دي القصص الشهيره قوي، بس دي شهر هو ده عامل بقى حاجه لشهر في شهر بص. لا يعني هو ممثل حلو جدا بس انا ما بحبوش بصراحه. هو مش من النوعيه اللي بيعمل نفس الحاجه، بيغير بالظبط. يعني ده حاجه حلوه يعني انا حبيته فيه، بتعجبني فيه بس انا مش عارف. هو انا ما بتفرقش معايا لو غيرت او ما غيرتش، بس دي حته بتتحسب له يعني. هو حلو جدا في الحته دي، بس انا برضو مستحيل اتفرج على المسلسل، ما تفهمش ليه. بس انا انا هو حلو جدا في حته ان زي ما انت قلت ان هو كل مره حاجه جديده. مش كل ممثل كل الناس بتقبله يعني، حتى لو هو كويس. ده برضو من الناس اللي انا ما اتفرجتش عليهم خالص. فهد البطل ده بقى يخرب بيت كده. لا انا بحب كده الصراحه. يخرب يا اسطى. هو انا ما عنديش مشكله مع المسلسل، انا عندي مشكله مع الشخص اللي بيمثله. امتى هيعمل حاجه جديده؟ يعني هيروح ليه دايما طالع انا الكبير العيله وانا اللي بخلص وهرمون التستوستيرون طارق في السماء؟ يعني لحد امتى يا ابني؟ انت عارفه يعني يعمل لك كوميدي؟ هو ده مش يا عم مش كوميدي، مش كوميدي. غير يعني مثلا بيطلع ظابط مثلا يا عم، يغير ده هو يا اسطى. يعني اقول لك على حاجه، نقابل لا مش نقابل حبيب يا ابني بتاع السنه اللي فاتت. خلي بالك الناس متقبلاه كده في الدور ده خلاص كفايه. نسيتني اسم المسلسل يعني بتاع ياسمين صبري. مع ياسمين صبري كان ياسمين عبد العزيز. كان طالع برضو ايه كبير وانا المعلم وانا اللي بخلص هنا والدنيا. لا كان قبليه مش اللي فات. اللي قبليه كان طالع ايه؟ هتلاقيه كان طالع معلم وكبير كبارات اللي مش عارف ايه. هو كان طالع مره الخديوي ومش عارف مره الخديوي هو ده. بعديها عمل ايه مش عارف يعني، انا ما بفرجوش بقول لك. بس فهد البطل يا ابني، الناس اللي بتتفرج على المسلسل واللي بيحبوا المسلسل بيقولوا كده. لا انا بحب ما انت ماشي بتحبه، انا بحب عادي. ما هم بيحبوه برضه، بس بيقولوا ايه؟ بيقولوا ما تغير يا كابتن. هم ذات نفسهم بيقولوا غير يعني سواء. لا مش ايش انا ما بتفرجش على ايش تمام. بس ايه مثلا يعني انت ايه اللي بيخليك تتفرج على فهد البطل وحكيم باشا الاثنين في نفس الوقت؟ انا بحب النوعين غريبه جدا. انت حسيت ان انا قاعد مع ستي بجد. انت بتتفرج على ناس كبيره جدا يعني. انت عارف انت دخلت ايه؟ دخلت يا جماعه مين الناس التوب اللي بيمثلوا، بس دول اللي انا هتفرج لهم على مسلسلاتهم. دي حاجه انا ما بحبهاش. انا بحب كده بصراحه يعني. لا اقول لك ليه. دايما والله ما بهزر، دايما يعني انا هحكي لك في المسلسلات اللي انا بسمعها هتلاقيني كلهم ناس في عشرينات بالظبط. بس صدقني مسلسلاتهم جامده. احنا واحد في ابتدائي والله العظيم مسلسلاتهم جامده. انا بحب النوعيه دي. ليه؟ هم قريبين من فهمي، قريبين من فهيقدموا لي حاجه بنفس العقليه انا هبقى حلو ومتقبلها، وهم فاهمين ان احنا مش هنقعد نحلف في الافكار. يعني مثلا مسلسل زي اللي انا بتفرج عليه مثلا ولاد الشمس، مسلسل جبار رائع جدا، جامد جدا بجد. هل عمر حد عمل حاجه زي دي قبل كده؟ لا ما اعرفش قصته اصلا. قصته ايه؟ خلينا الاول ماشي، سيبك من اللي انا بتكلم فيه. يعني ايه دي حكايه كده بس. ما انا هخش لما انا بتفرج عليه، بس خلينا نخلص الاول انت بتتفرج عليه. فانا فهد البطل بالنسبه لي انت في حالك وانا في حالي، مش عمرنا ما هنتلاقى. يعني ايه من الاخر وحكيم 99% مش هنتلاقى انا وانت. يعني ايه مستحيل. الحاجه الوحيده رمز. دي الحاجه الوحيده يعني. تعالى بقى نخش، احنا كده خلصنا الاثنين بس فرنشات معمل الاطفال. ايه جامد الصراحه يا ابني مفيش واحد بيتفرج على المسلسل ده. يعني لك ان تتخيل ان كان محمد رجب عامل مسلسل. يا ابني انت ما كناش نعرف الحلنجي. انا مره لقيته بيقلب على التلفزيون، لا القناه اللي جايبه مين يا ده الحلنجي. ايه ده يا اسطى؟ بس لا هنيدي لا يا اسطى، هنيدي جبار. ماليش دعوه بالناس جبار. معظم الناس على الفيس كانت بتقول كده. انت بقى عايش في كوكب الزمرده انت بقى. يا ابني مفيش حد بيتفرج على المسلسل ده. والله كل اللي بيتفرجوا عليه بيقول لك انا اتفرجت على حلقتين 3 وحزنت على محمد هنيدي. لا هو حلو الصراحه، وبرضه بيدي كلام
حلو يضحك اوقات. ايوه ماشي، انا عارف القصه ان هو كان محامي ايوه وفقد الذاكره بس ورجعت له الذاكره. بس هو كان محامي تحت ومحامي عقر يعني. هو كان محامي من الاخر شمال داهيه بيخرج قتل القتله وبتاع المخدرات. ايوه ماشي دي عارف. ده كان 2005 بدايه المسلسل 2005 ماشي. قعد 20 سنه في غيبوبه. ايوه ماشي دي عارفها برضه. فقام بقى فطبعا واحده اللي زمان ده يعني في واحد اللي انا سمعته صحيح معلش بيقول لك اللي حلو فيه الفلاش باك. ايوه ما دي فلاش باك اما كل شويه اصل الذاكره بيحاول يفتكر اللي حصل في بس 30 حلقه كتير قوي. ما في واحد اسمه عبد الرحيم غلاب ماشي هو مات طبعا وكان عاطيله ده حول فلوسه كلها الذهب فده دفنها له عشان مش قصص وحاجات زي كده فعياله جم عليهم ديون فعايزين يعرفوا بقى ايه مكان الذهب فهو واحده بيفتكر مكان الذهب فين ومش عارف ايه. ده حاجه من الحاجات. وفي واحد قبل ما يعمل الحادثه كان تاجر مخدرات كان المفروض هيطلعه من الحبس عمل الحادثه قبل ما يخش للمرافعه فجاب مين؟ جاب اللي هو المحامي تاني ده كان ضد هنيدي في المسلسل ما بيطقوش بعض اتجوز مراته لما دخل غيبوبه كان ساعتها مراته حامل في بيت ايوه كانت بنته كان حامل في بيته هو ما كانش عاجب الموضوع وكده فهو ده من واضح هو ده اللي مسك القضيه ودخله السجن. ايوه بس برضه يا جدعان كتير قوي فده راجع حلقه طلع من السجن وراجع طلع منه 20 مليون جنيه. انا مش هقدر اتفرج على هنيدي 30 حلقه. هو واحده بقى الناس اللي ظلموا معظم الناس ماشي اللي دخلوا السجن بسببه ماشي بس كل اللي انت بتقوله ده هيبقى جامد جدا في 15 حلقه. هيبقى جامد جدا في 15 حلقه. يا ابني ده كان معفن في كله فنص الناس بيرجعوا بقى عايزين ياخدوا حقهم منه. حلو ما ده هيخلص في 15 حلقه زي ما هم 5000 شخص عادي بقى عشان رتم الحلقه يعني انت هتلاقي في مط ابن كلب في المسلسل. لا عادي حلو على فكره هتلاقي في مط كتير جدا ومشاهد انت ما تعرفش هي اتحطت ليه يعني المشهد ده لو شلناه مش هيفرق حاجه فاهمني يعني مثلا مشهد يبقى قاعد لوحده قاعد هو وبنته بيتكلموا كلام مش في المسلسل قوي مش هم بيتكلموا مع بعض اوقات بس بيتكلموا في نطاق المشاكل اللي هو فيها هيعملوا ايه مش عارف بس يعني ماشي جودر لسه انا فاكر على ثلاث حلقات مش اللي هو وحش لان سرحان في حكيم والناس دي انا ناسي جودر شويه ما بتفرجش عليه هو حلو الصراحه تكمله. طب ما معلش هو لو حلو يبقى انت ازاي ناسيه يعني هو لو حلو فالمفروض هيشدك تبقى انت معاه حلو عادي مثلا انا عارف يعتبر القصه من الجزء الاول فاهم فعشان كده طب ايه الاحسن بقى الجزء الاول ولا الجزء الثاني؟ لا عادي وده تكمله ده مفيش حد وحش مفيش حد حلو اتنين في مستوى ده تكمله ايوه هما كانوا جزئين الجزء الاول في رمضان اللي فات عملوا الجزء ماشي فاهم هو يعني القصه لسه ما كانتش خلصت ولا ايوه لا ما كانتش لسه خلصت. طب ليه عملوها 15 حلقه السنه اللي فاتت؟ انا ما اعرفش السنه دي هيبقى 30 بقى ولا 15 مش عارف ماشي 30 ما لو بقى مستحيل لو بقى 15 وما خلصتش 15 يبقى رمضان الجاي ان شاء الله يبقى يعملوا الجزء الثاني ايه لا مستحيل يعني ايه الهبل ده هي لسه هتكمل مستحيل لا في جوده احنا اتفرجنا عليه على رامز بقى هنخش على رامز ده انا وانت اللي نتفرج عليه نبدا بيك ايه رايك؟ مش وحش يعني انت كل حاجه عندك حلوه انا نفسي تقول لي على حاجه وحشه لا ايه الوحش طيب انا ممكن الاوقات الملل قصير دي حاجه ايه الملل قصير شويه انا بحب المقلب بس دي حاجه هو فين المقلب اساسا بجد فين المقلب يا جدعان دي باينه فشخ ان هم عارفين يعني حتى مثلوا شويه اعملوا مجهود نيلوا اي حاجه انت برضه مقتنع من الناس اللي هو بيمثل يا ابني واضحه جدا دي واضحه جدا يعني واضحه جدا ان كلهم عارفين يعني واحد زي حسام حبيب ده حسام حبيب اللي جه معاه في حلقه فضل يضحك بس لو كان جوز شيرين ايه الهبل ده انا دايما بقول ان انا مش هتفرج على رامز وخصوصا السنه دي لان المسلسل بجد انا بقيت بضيع وقتي فيه بس انت تلاقي حلقات معايا الناس معايا يتفرج لا صدقني لا بس انا كل مره مثلا اخش مثلا الاقي اول حلقه العوضي دي اول مره يجيب العوضي على ما اظن فلا دي حلقه حلوه والله لا ممكن تبقى حلوه اخش اتفرج ما اصل اول مره مش هتفرج على الحلقه اللي وراها مثلا الاقي جاب مصطفى غريب لا حلوه اخش اتفرج طب
خلاص بقى انا اتخنقت يعني المسلسل برضو المقلب مش اللي وراه جايب دونجا هو بيجيب رجلك، هو بجد فعلا بيجيب رجلك وانت خلاص تستسلم. خلي بالك حته السؤال اللي فيه 100,000 كمان دي هيجيب الناس اكتر. ايه سؤال؟ حطيت سؤال على الحلقه هيكسب 3 اشخاص كل واحد. هبل ده هبل يعني الاسئله بتبقى سهله فشخ. ما طبيعي عشان الناس تجاوب، ما طبيعي. يعني ايه طبيعي؟ ده بيقول لك لون شرابه ايه؟ مين هيغلط في لون الشراب؟ انت متخلف، مين اللي هيركز في شراب العوضي؟ يعني انا هسيب التفاصيل واركز في الشراب، انت رخر يا عم. لا بس هو اصلا هو يا ابني المصور اوقات بيجيب لك الكاميرا من عند رجله، بس انت برضه ممكن ما تاخدش بالك. ما تاخدش بالك ازاي؟ ده هي رجلين تبقى في وشك مش هتاخد بالك يا عم عادي مش مهم، لازم احط سؤال سهل. وانت وهو بيقابل اينشتاين ولا ايه؟ لا بس يا ابني يعني انا بشوف الحوار ده هجس. انا شفت حاجه على الفيس، هو ممكن اللي هو بيقول لك ايه، ممكن يعمل كده عشان الناس ترجع تتفرج على الاعاده تاني وتشوف الرجل عامله. يا عم لا قصه مش كده، بس هو انت اتسستمت ان انت مفيش رمضان من غير رامز، او مش عارف اكمل اليوم من غير رامز. يعني ايه الواحد اتعود على رامز؟ يعني ايه رامز ينزل وانا مش هتفرج عليه؟ اول ما تفطر تلاقي رامز على طول، فاهمني؟ نسيت الحلقه دلوقتي بقى فيها ابلكيشن ممكن تخش تتفرج عليه. فلا حلقه رامز ايوه ايه مش هتخش ولا حتى لو انت مش عاجبك رامز فاهمني؟ هتخش دلوقتي ودايما رامز بيتحط مع حاجات. يعني مثلا السنه دي مدفع رمضان، انت تتفرج على مدفع رمضان. رامز كسبان جدا. قبل كده كان بينزل محمد فؤاد جرب يعمل وسقط، هاني رمزي جرب يعمل وفشل. ما حدش يعمل مع في نفس توقيت. الحاجه الوحيده يمكن اللي كانت متسابقه معاه يمكن هي الكبير دي، يمكن اللي كانت معاه. وحتى السنه الاخيره الكبير ده ما كانتش قوي. ده الكبير ده حاجه معلمه في الناس. حته الكبير ايه رايك في الغاوي اللي هتتفرج عليه لما ينزل ان شاء الله ولا لا؟ خلينا في النص التاني، يعني خلينا في النص التاني. خلينا نتفرج على ايه؟ نخش على انت ما بتخلص، انت حاطط لي المسلسلات كلها. تعالى بقى انت لسه في اول مسلسل. تعالى نتكلم في العتاوله اللي انا بتفرج عليه. وحش يلا. صدقني العتاوله انا عاجبني جدا اكتر من الجزء الاول. ده في ناس بتقول لك الجزء الثاني بقى اهبل من الجزء الاول. بالعكس انا شددني جدا بجد، شددني الجزء الثاني بجد، شددني معاه جدا. خليني ساكت كل مره انا اخش اتفرج عليه. خليني ساكت. ايه بتتكلم؟ الجزء الثاني شدك عشان ايه؟ عشان ايه؟ عشان ايه؟ والله ما عارف. لا لا سيبك من كده، سيبك من كده، ده 90% عشان كده. يعني لا سيبك من كده، مش كتير. سيبك من كده بس بجد والله العظيم. لا الجزء الثاني بجد احلى بكتير من الجزء الاول. الجزء الاول كان فيه كذا مشكله، تحس ان انت بتتفرج على الفلاش باك وحش جدا. طب استنى، في ناس بتقول لك كان في الست الكبيره دي اللي هي امه بتقول لك ايه اللي جاب في عبده مره واحده ما كان الست دي ولا الست دي راحت؟ ما الست دي ماتت خلاص، ما هو قالوا لنا في المسلسل. ماتت ازاي بقى؟ ماتت. وهي ما كانتش عجباني قوي. طب ماشي، في عبده ايه دورها في المسلسل اصلا؟ عمته ولا خالتهم حاجه كده. وهي بقى جايه علشان مسافره مثلا وحاجات كده. هي جايه تنتقم بقى، لان اللي هي اسمها سوترا دي كانت مدخلها السجن 15 سنه وحرمتها من عيالها ان هم ما يربوهاش يعني. اللي هي امهم دي. فهي طالعه بقى تنتقم من خضر ونصار وعرفت ان في مجوهرات في البيت وهم ما يعرفوش، فهي بتحاول تخرب البيت عليهم والكلام ده كله. فهي شدني جدا. طب ايه رايك في وزان؟ يلا بينا. صدقني لا بجد شددني جدا. لا اهلاوي في حاجه حلوه قوي يا عم استنى، انت بتتكلم في ايه دلوقتي؟ بجد لا المسلسل فعلا كل حاجه معموله صح في الجزء الثاني. وفي عنده برضه خلي بالك ممثله تقيله حلوه بس بتزودها شويه اوقات في ادوار. على فكره بيقول، انا شفت حاجه على الفيس بيقول لك هي اوقات كانت بترمي افيهات من عندها ما حدش بيقول لها على الحاجات. لا انا ما بقولش على الافيهات، انا بتكلم على في حتت تحس ان هي بتمط في الجمله. دي حاجه تانية برضو مش عجباني قوي في المسلسل. سبتي وعاطف الاتنين يعني حاسس ان هو عاطف ده مثلا انت بقيت ترند كنت السنه اللي فاتت والمال الحلال اهو زود له اسمه ايه مشاهد ليه هو وسبتي، وتحس ان يعني
اوقات بيبقى فيه هبل ما بينهم هما الاتنين وبتزيد قوي. يعني قصه ان هما الاتنين اوقات بيبقوا مبرشمين وبيضربوا مخدرات والكلام ده كله كانت حلوه في الاول، ودي اللي دخلتنا لحته اللي هي الاغنيه والكلام ده كله والحته دي ماشي. فما علينا منها، كانت ماشي، كانت تمام وماشيه وعجبتنا في الاول. تاني مرة عجبتنا، بس خلاص بقى مش كل مرة يقعدوا يندبوا حظهم وسبتي انا نفسي ارجع لشادية وانت عاطف، ولا انت يا سبتي عايز تروح ده انا هجيب عليك كده عايز تروح لدينا والاتنين رافضيننا، وطب بقول لك ايه يلا نموت ويلا نبلبع يا عم خلاص كفايه. ماشي مرة اتنين، ولكن كتير جدا بيظهروا كتير جدا وتحس ان الاتنين عايزين ياخدوا لقطة، الاتنين عمالين يقولوا اي خبل في البتاع عشان عايزين يطلعوا ترند. انا تحس ان هم ظهروا اكتر من الابطال نفسهم. لا مش كده، بس هما بيظهروا بتحس ان هو طب خلصونا بقى من المشهد ده والنبي انجزوا يلا انا قاعد اهو. ايوه حلو ده، انجز بقى دخلنا على المشهد اللي وراه. حاجه تانية مثلا حلوه جدا، حته نسرين امين ان هي جت في المسلسل والصراع اللي بيحصل ما بينها وما بين دره لا اسمها ايه زينه، ده بيسالني انا ما بين زينه والصراع اللي بيحصل ما بين دي برضو حته حلوه جدا. انا شداني بس مش عارف اتفرج برضه اللي هو ازاي انت تحس اوقات اللي هو كويس معاهم، مش يا ابني مش الترم الاول مين كويس معاهم هو ازاي الترم الاول مش ما هي دي برضو حته تشدك. ايوه مش كانوا هو المفروض موتوه بيقولوا ورجع تاني. حلو، هو رجع عشان ينتقم بس يعني بايه اسمها ايه حلنج عليهم بالظبط. يعني ايه انتوا حبايبي وكده، بس ويقوم مديهم على عينه. سؤال ونخلص من المسلسل، خانات من امه. قول. السقا بيهين نفسه في المسلسل ولا لا؟ بس بص بصراحه اقول لك على حاجه، هو فعلا وحش بس نفسه يعني السقا كان نطاق في الشخصيه هو وحش. ما انا هقول لك بقى على حاجه بقى، انا هقول لك على حاجه بقى، ما هم الناس مش فاهمين ان الكاركتر بتاع المسلسل ان لازم يكون في اخ انا داخل افشخ الدنيا، والتاني لا انا عقلاني وبتكلم برزانه. دي حاجه هم عاملينها في المسلسل، ما هو ما ينفعش اثنين. ما دي في الحقيقه اوقات ممكن الاثنين يبقوا رازمين او الاثنين داخلين. ما انا فاهم، بس ده هيوقع الدنيا هيخليهم يخسروا. فاهمك، بس هي الناس بتتكلم هو ليه دايما نصار العقلاني اللي هو طب وسع انت خضر احنا نقعد نتكلم ما هو يا جماعه ده الكاركتر اللي في المسلسل، وخلي بالكم هو اصلا عيان شويه. السقا بيقول لك عنده فرط حركه ما تلقائي من نفسه. ما علينا دي مالهاش ايوه عشان قوي يعني. ممكن الناس كان في الحته دي مثلا لو تحرك حركه زياده بتاع مثلا ماشي. لا هو السقا كده حلو، بس انا بتكلم عن ده الكاركتر يا جماعه بتاع المسلسل. هو بيقول لك مش عايز يخرج من حته تيتو، حته مش عارف مين. لا ما اتفرجش على تيتو بصراحه. لما عمل كان بيعمل فيه صايع حاجات شبه كده. هو اقول لك على حاجه، هو مش وحش يعني السقا. هقول لك ايه كمان اللي خلاه الحلو جدا، كان في مسلسل نازل ان هو بيلعب ملاكمه. روح اتفرج يا باشا على المسلسل، رائع سواء هو ولا اشرف عبد الباقي، الاثنين قعدوا نفسهم في المسلسل ده. ما اشرف عبد الباقي بشكل كبير ماشي، اشرف عبد الباقي كبير بس كانت الناس نسيته بسبب مسرح مصر. هو اللي هو خلاص حط نطق نفسه في مسرح مصر. حلو. الاثنين قعدوا نفسهم في المسلسل ده بشكل كبير، الاثنين عملوا مسلسل خطير. فهو سقى دوره كده في المسلسل. ما اتفرجتش عليه على ما اظن. هو كان 15 حلقه ولا 10 حلقات، كان اسمه تقريبا جوله ولا اسمه ايه حاجه كده باين. حلو، فكان هو كاركتره كده في المسلسل. لازم يبقى في واحد انا هخش بدراعي والتاني بيبقى عقلاني. هو لازم يبقى كده. هو ينفع وده بدراعي خلي بالك في تويست دلوقتي حصل. يعني اوقات دلوقتي الحته اللي انت بقول لك ان حد مات في المسلسل، لا دلوقتي بقى نصار هو اللي بيخش يضرب، واسمه ايه اخوه نصار، وخضر هو اللي بقى العائل اللي هو واحده ولكن بغشوميه برضو شويه، فاهمني؟ فهي كاركترات. ما خلي بالك لا، ما هو انت العاقل ده اتقي شر، اللي هو بيقول لك ايه انا عاقل وكويس، بس انت لما ماشي اوقات هتجبرني ان انا اخش طحني فيه. ما انا فاهمك، دي بس انا بتكلم عامه. انا بتكلم بقى في المسلسل ده، فهو ده كده دور. انا نسيت المسلسل. ما خلاص، ما انا ممكن نخش على اللي بعديه. انا خلصت ده لسه 5000 مسلسل. يلا نخش على ولاد الشمس. ما اعرفوش ماشي.
هو كل المسلسلات اللي انا بتفرج عليها يا جماعه ما بتفرجش، بس صدقني ايه الحلاوه دي بجد، ايه الحلاوه والجمال ده يا اسطى. انا اول مره كنت قاعد بتفرج على مسلسل واتفاعل معاه. يعني انت فاكر لما دخلنا فيلم الحريفه مثلا؟ معلش ثانيه انا بس هخش حاجه في مشاهده معامل الاطفال، معلش اقولها. ماشي. اللي بنته في حاجه دي احنا حبيتها في المسلسل. في الاول هو ما كانش حابب اللي مراته حامل في بنت، كان شكله كان عايز ولد. بعد ما فهم غيبوبه شافها كلمه قدامه ومش عارف ايه، حبها بقى. اللي هو هو في مشهد اتفرجت عليه كانت بتغني تقريبا وبتلعب بيانو. هو هي دماغها قريب من دماغ ابوها، بتحب عربي مراته ما تعرفش يقول لها مقبوله انت اصلا مش عارف ايه. فهي انا عاجبني حته اللي هو ابتدى يحب بنته وبنته ابتدت تحبه. دي حاجه الصراحه يعني هي عجبتني في المسلسل، هو ابتدى يحبها صح. نرجع تاني للواد شمس. اول مره بقول لك اكون بتفاعل مع مسلسل. يعني انا دايما انا وانت لما دخلنا الحريف كان حلو، كنا بنشوف الناس ازاي بتهيص وبتتفاعل، انا وهو ايه الهبل ده يا جماعه. لا انا كنت بهيص او معظم الاوقات وهو يعني انا بالنسبه لي ايه الهبل ده، بس اوقات كان بيهيص وهو مش واخد. لا والله ما هي عادي يعني. ما انا بلاقي الناس يفتكروني ان انا ايه يعني في حاجه. انت سامع يا ابني كان السينما كل الناس عامله ايوه ما انا بهيص معاهم بقى. ما هعمل ايه طيب يعني، هقعد زي المتخلف يلا ايه انا ده اول مسلسل اتفرج عليه واتفاعل معاه. اصل ما دي طبيعي يعني لما مثلا حبسوا ماجد اللي هو ايوه احبسوا ميتين. ايوه بتفرج على ماتش مش بتفرج على. طب اقول لك على حاجه برضه في حته ثانيه، وتقابل حبيب دي بتاع ياسمين. انا كنت عايز اتفرج عليها بس ما اعرفش ما اتفرجش عليه ليه يعني. ففي هي اصلا ظالمينها في المسلسل ياسمين. ففي واحده في التعليم تقول في الناس التعليم تقول ما تحبسيها، خدي حقك بقى، هتاخدي حقك امتى؟ الله يخرب بيك كده، احبسيهم احمليهم مش عارف ايه. برضه ياسمين صبري دي خلي بالك، ياسمين عبد العزيز برضه نفس مسلسلاتها هي يعني تقدر تقول ايه الفرق ما بين نقابل حبيب وما بين مسلسل بتاع هي ما اعرفش ولا ايه الفرق ما بينها وما بين اللي هو الفيلم بتاع العوضي ده اللي هم كانوا عاملينه مسلسل كداوي. ايه الفرق؟ لا حلو. ايه هو ان انا واحده مش متجوزه وواحد مش متجوز. لا المسلسل ده متجوزه وجوزها ماشي بس حبت واحد تاني اللي هو كان بس ده ماشي ايه فهم تاني حلو. هو نفس الدوامه ماشي. فاولاد الشمس صدقني جامد، صدقني خطير. انا كمان انا في عادي بحب المسلسل 30 حلقه او اكتر. عايز تزود ما بحبش انا المسلسل اللي 15 حلقه بالعكس. انا احب، انا في حاجه عندي حاجه في اي حاجه احب اتفرج عليها ما احبهاش تخلص. ما اعرفش في فيلم اجنبي مصري، ما هقول لك على حاجه، مسلسل اجنبي مصري ايا كان هقول لك على حاجه. انا ماشي ما انا زيك، بس انا مش هتفرج على 30 حلقه وانا قاعد. انت لو هتعقرني في الحاجه هقعد معاك. لا لو المسلسل حلو بس 30 حلقه ما يبقاش حلو. يعني انت غالبيه انا عمري ما شفت مسلسل 30 حلقه حلو. المسلسلات الاجنبي بتبقى بكذا سيزون مثلا، دي بتبقى حاجه حلوه. ما هو ليه كذا سيزون؟ عشان بيبقوا حلقات صغيره 10 حلقات 7 7 حلقات مثلا كده. احنا 30 حلقه ده كتير جدا. وعلى فكره مش مسلسلات كتيره 30 حلقه السنه دي، معظمهم 15 وكل اللي انا بتفرج عليه تقريبا 15. ما انا عارف ما عدا العتاوله، ما انا عارف عشان بتفرج عليه من السنه اللي فاتت. فتصدقني الشمس ده ولاد الشمس اتفرج عليه والله ما هتندم. واي حد ما اتفرجش عليه انا بقول لك اتفرج عليه مش هتندم، صدقني ما هتندم. جبار افضل مسلسل. وانا بحب الناس الصغيره اللي لسه طالعين عشان كده، هم هيفشخوا نفسهم عشان يطلعوا الدور حلو، عشان عايزين يثبتوا نفسهم. فهم جامدين جدا. يمكن في اوقات من المسلسل الناس بتسقط شويه او بتقل، بس بيرجعوا تاني بوعي وبيدخلوه في قصص وحواديت وحاجات. فصدقني جامد. نخش على التاني. الكابتن يمكن مش حلو اللي هو واو، بس انت لو دخلت انا احب اكمل فيه. هيضحكك وظريف وكلام كله، ممكن ما يبقاش فيه قصه تجذبك قوي، بس انا عجبني بصراحه. يعني انا كواحد من الناس انا عجبني جدا، او فضلت مكمل معاه 15 حلقه. يمكن خلي بالك ده من الحاجات اللي بقول عليها ان فيها مط كتير جدا، ده بالذات ان اللي فيه مط كبير. هي عامه في حاجات مطها بيبقى حلو، في حاجات مطها بيبقى مستفز. بص دي مطها ما كانتش على قلبي وحشه،
بس اللي هو يا جماعه طب احنا مش لو كنا عملنا حلقتين اقل كان هيبقى حلو واحسن من كده بكتير، فاهمني؟ انا عارف ان ناس كتيره بتقول ان المسلسل ده مستوحى من مسلسلات، هم كتبوا اصلا في اخر حلقه كده ان المسلسل ده مستوحي من كميه حلقات، بس هو حلو جدا. وفي ناس مثلا مش عاجباها غباء البنت اللي هي مرات اكرم حسني، انا عاجبني اللي هو ما انت تحس اللي ايه غباء ما تفهمني بقى بالظبط فاهمني. ايوه وهم بيقعدوا اوقات ايه اللي هي الحته دي لا ممكن تجيب افيهات، فانا عجبني بصراحه، عجبني. واكتر واحد عجبني خصوصا فيه المشكله ان انا مش فاكر اسمه، هو مؤلف ومخرج وبيمثل، بس انا مش فاكر اسمه. هو وظهر في مسلسلات كتير قوي السنه دي بالذات وعجبني جدا. يعني الناس اللي بتتفرج على اشغال شقه اسمه فادي، اللي هو فادي انا مش فاكر اسمه ايه، بس جامد جدا. عمل بصراحه مسلسل رائع، عمل مسلسل رائع. الكابتن برضو بصراحه حلو مش وحش. في حاجه انا عايز اتكلم عليها قبل ما اكمل المسلسلات، او لا انا عايز اتكلم عليها بصراحه عشان مش قادر. هي ليه كل المسلسلات السنه دي، يعني معلش بقى انا اسف يعني لكل الرجاله، بس ليه عارضين ان النسوان وسخه الابل بجد؟ في معظم المسلسلات اللي بتفرج عليها يطلعوا الست خرا بجد. يعني واحده تبقى متجوزه او مخطوبه او مش عارف ايه وتروح تحب واحد تاني، طب ليه يعني؟ طب اقول لك على حاجه في العوض، هي مش وحشه، بس ايه هي كانت متجوزه ومعاها بنت، البنت كاتباها باسم امها يعني كانها اختهم، فهو العوض حبها في المسلسل وهي حبته، كانت مخبيه عليه اللي هي متجوزه وكانت عندها بنت، وكان هيفسخوا الموضوع. يا عم دي اسهل حاجه، انا بقول لك يعني مثلا ده ابسط حاجه. مثلا في كامل العدد ده اللي هي البنت بنتهم دي اللي هي فريده كانت مخطوبه لواحد، بمجرد ان واحد جه قعد جنبها في المدرج وعمل حركتين انا حبيته وسبت التاني. ليه؟ لا ايه العته ده برضه يعني ليه؟ في كامل العدد برضه صاحبتهم ما اعرفش من بعيد ولا ما اعرفش يقول لهم ايه من بعيد، كانت هتتخطب راحت حبت واحد تاني وكانت بتكلم واحد ليه يا جدعان؟ ليه؟ مش فاهم ليه دي موجوده في كل المسلسلات. ممكن عشان بره غالبيه الاوقات الستات بتطلع وحشه، هم قالوا يقلدوا في كميه يعني زي ما انا بقول لك في المسلسل ايه في ولاد الشمس ده حصلت كتير يا جدعان. الستات حلوه يا جدعان، بتقول لي بتعملوه ده. في الكابتن لا ما حصلتش. في كامل العدد زي ما قلت لك حصلت. في فين تاني في حاجه تانية والله كانت حصل فيها كده برضه. يا عم احسن الصراحه، قلت برضه في العتاوله تقريبا. يا عم احسن حصل على نفس فكره الكلام. انت عايز ليه؟ لا يا اسطى بس يعني خلاص يا جدعان ايه يا ابني هبل. هي هبل يعني ايه واحده الست الوحيده اللي تبقى حلوه تبقى ام الشخصيه يا عم استنى بس انت نسيت استنى يعني ايه واحده تبقى مخطوبه وتروح تكلم واحد تاني وفي نفس الوقت تبقى مع اللي مخطوبه له؟ ايه العتاله ازاي؟ نخش على مسلسل تاني النص ده لاحمد امين. هقول لك على حاجه، ده يمكن انا ما حبيتهوش في اول 3 حلقات وبنسبه كبيره ما كنتش هكمل فرجه عليه، بس قلت ايه يعني شايف في حاجه ما حصلتش قبل كده، حاجه ترجعك لزمن التسعينات والكلام ده كله، وان هو نشال وايديه خفيفه وتاب والظروف رجع تاني للنشال بحاجات اعلى. فقصه مش حلوه في الاول، بس بعد مثلا 4-5 حلقات بقت حلوه جدا. اول ما بداوا ان هي عشان دخلوا في جو الحديث، اول ما بداوا يكونوا الشخصيات اللي هي الفرقه اللي هيبداوا نشل وازاي بينشلوا ويانوس والحته دي تمام، والناس اللي هتتفرج تبقى فاهماني. والحته دي المسلسل بقى حلو جدا وكمل، ممكن يبقى فيه كان شويه مط بس بقى حلو جدا، ولسه فاضل له حلقه بس شددني جدا بعد 4-5 حلقات. اول 4-5 حلقات على فكره انا ايه اللي بيخليني اخش اتفرج؟ هو ده مش طبيعي قوي، بس طبيعي نوعا ما. مش طبيعي على 15 حلقه، انت عارف لو 30 يعني اقول لك ماشي ده 30 انما انت 15 ده انت المفروض من اول حلقه تبقى حلو قوي. حلو. فده حاجه. نخش على حاجه تانية، نخش على الشرنقه ده انا يمكن اقل مسلسل عندي انا بتفرج عليه. حلو. كان
اقل مسلسل عندي في اول 3 4 حلقات 5 حلقات. انا كنت بتفرج انا مش فاهم حاجه. انا مش فاهم حاجه من اللي بيحصل. انا مش بجد، ومعظم الناس اللي كانت بتتفرج هي مش فاهمه حاجه. انا مش فاهم مين بيودي على فين ولا احنا دلوقتي فين. يعني هي قصه بتتكلم ان ده واحد كان بيشتغل في زي محامي، ومره واحد دخل في سكه الشمال وحته غسيل الاموال والكلام ده كله عشان يجيب فلوس، عشان هو دايما طموح والكلام ده كله. بيروح يقدم الى شخصيه تانية في المرايه والكلام ده كله، ويخش بقى في حسبه. موضوع اللي هي شخصيه تانية في المرايه، انت بتعمل يعني يلاقي نفسه بس نفس مختلف. لا دي هي دي ظهرت حته كده في المسلسل خلصت. حلو. ويبقى شخص تاني بقى ويجيب لك فلاش باك حاجات ان هو مره بقى تاجر مخدرات كبير ومعاه ملايين الفلوس، ومره تانية هو ومراته وبنته معهمش فلوس كتيره ماشيين الحياه، نفسه يبقى كبير جدا. وانت شبه واحد تاني بتاع احمد حلمي لما بيغير شخصيتين مره واحده كده، اللي هو صنع في مصر. يا ابني احمد حلمي واحد تاني لما كان مره يصحى الصبح يلاقي نفسه مش بيبقى مختلف، اسلوب تاني، حياه تانية، مره واحده بالليل يرجع شخصيته الطبيعيه. لما كان عمل عمليه مش عارف البوسه ولا مش عارف، فاكر الفيلم ده احمد حلمي اسمه واحد تاني اللي كان بيبقى شخصيتين في واحد. يا ساتر انا ما بحبوش ده، ما اتفرجتش عليه اصلا. هو ده كان شخصيتين في واحد باين. ما اتفرجتش عليه بصراحه. بس انا كنت يعني ايه اللي صح دلوقتي؟ مين الشخصيه الحقيقيه؟ اللي هو الراجل ده ولا الراجل ده؟ طبعا على فكره دي حته حلوه بحبها نوعا ما يعني. هي حلوه بس انا ما بحبش ان انا ابقى متخلف. انا قاعد مش فاهم حاجه. يعني انت لو جيت لي وقلت لي احكي لي المسلسل اول 5 حلقات مش فاهم حاجه، لان انا مش فاهم حاجه. انا قاعد كنت شبه المتخلف. انا ما بحبش ابقى قاعد شبه المتخلف. فانا قاعد ابقى احب ابقى فاهم. انا مش فاهم حاجه. انا يعني مين الشخصيه الحقيقيه؟ انت كل شويه عمال تجيب لي في فلاش باك وترجع بالفلاش باك لايه؟ طيب يعني مين بقى الحقيقيه؟ اللي هو مين اللي فيهم؟ بتتوقع يا اخي. ما انا مش قادر افهم. ففي الاخر طلع ان دي اصلا شخصيه واحده، وان هو دخل بقى فبقى حلو برضه نفس حته الكابتن. بس هو حلو من الاول، اللي هو الشرنقة حلو من الاول، بس انا ما حبيتوش علشان كنت مش فاهم حاجه. انت فاهمني؟ بس هو مسلسل حلو بصراحه. برضه بتاع ناس جديده حاجه زي كده. لا يا عم احمد داوود قديم. ما معقول. احمد داوود اللي كان عامل في ولاد رزق. مصروف عليه. ما علينا. انا بص انا ما اعرفش اسامي الممثلين، ممكن اعرف انه حاجه اتفرجت عليها غير كده لا. ماشي تعالى نخش على كامل العدد. وكامل العدد ده يعني مش طبيعي بجد. اهو ده اللي اقدر اقول لك سد فراغ الكبير بجد. انت ما بتتفرجش على اشغال شقه؟ ايه اشغال شقه بتفرج عليها، بس كامل العدد هو حاله لوحده. شوف انت قلت لي اشغال كل شقه رمضان يقول لي كامل العدد كامل العدد يا ابني. انا خليت عيلتي كلها تتفرج على المسلسل. عيلتي كلها خليتها تتفرج على المسلسل. تعادتهم اتفرجوا على الجزء الاول والثاني وبيتفرجوا دلوقتي معايا على الثالث. مسلسل جبار بجد. خيالي. ويا رب ينزلوا جزء رابع في رمضان. يا رب يخلص يا رب يخلص بجد. حلو جدا 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 جدا، وبيدخلوك في مواضيع كتيره، وخصوصا السنه دي دخل في حته حلوه جدا ان الولاد كلها كبرت. فاهمني؟ انا اوقات بحب الحته دي واوقات ما بحبهاش. فان الولاد كلها كبرت فخلاص انت لا المسلسل كده حته يبقى حلو، غير وهم لسه صغيرين. مسلسل ايه بيبقى ممكن فيه ما يشدكش قوي، انما هم دلوقتي تقريبا وصلوا لسن اللي هو زيك قدك، او اللي هو انا كنت انا كنت بعمل كده فعلا السنه اللي فاتت. فاهمني؟ فدي بتبقى حته حلوه. حته ان كمان ان هو شريف ابنهم دخل حته الكوره، فدي برضو حلوه. لا انا بحب الكوره. حلوه الدنيا دي، فهي حلوه جدا. ان هو كوميدي بحت. ايه هو كوميدي بحت، كوميدي على دراما. مش دراما قوي بس يعني؟ لا هو كوميدي جدا وحلو جدا ومسلي جدا. طب في قتل وخبط ولا مفيش الكلام لا ده؟ لا 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 يعني من الاخر رومانسي عائلي، حاجه عائليه بالظبط. حلو. المره دي هي حلو جدا. ومصطفى غريب لا الواد ده مش طبيعي بجد. أيوة مش طبيعي. مصطفى غريب هايل العترة بجد. العترة اللي هو ما بيعرفش اسمه ايه، هو اللي كان العترة في الكبير.
هو ده مصطفى غريب. رائع، عامل مسلسل هايل، والكوميونيكيشن اللي ما بينه وما بين هشام ماجد لما بيبقوا اطباء، وازاي بيشيلوا الدكتور اللي هو الرئيس بتاعهم. طب في مسلسل كان اسمه الأذكياء فقط، شفته انت؟ اللي هو بتاع حمدي المرغني. هو ده مسلسل اساسا؟ ده انا فاكره برنامج. مسلسل بالواضح اللي هو ما اعرفش، بس انا شفت حته متخلفه على التيك توك قلت يا نهار اسود. شكرا. اتنين ما اعرفش واقفين قدام مايك وبينيلوا ايه ده مسلسل تخلف بحت. يعني اللي هو يا جماعه احنا عايزين نشتغل. عشان انا دخلت لقيته 14 حلقه، فممكن يكون مسلسل. ما هو مسلسل ايوه، بس انا ما اعرفش ولا ايه ولا برنامج، انا مش عارف. بس كميه تخلف من الثانيه وما اعرفش اصلا. يعني ما اعتقدش ان في حد عارف ان في مسلسل اسمه الأذكياء فقط، واراهن واحد يكون بيتفرج عليه. يعني انت بطل، يعني لازم نديك جايزه ان انت تتفرج على مسلسل زي ده مفيش حد بيتفرج عليه. اصل ايه الأذكياء فقط ده؟ انا بقول لك كنت فاكره برنامج وما اعرفش مين اللي كان بيمثل فيه اساسا. هو تقريبا الاثنين حمدي المرغني واسس تقريبا، هما الاثنين بيمثلوا فيه، بس يعني دول اللي انا شفتهم. فما اعرفش. بس اشغال شقه برضو هايله جدا، حلوه جدا. واللي يحببك اكتر فيه واللي يقعد يضحكك كل مره الغلطات اللي بيعملوها، اللي هو يا جماعه يخرب بيت الغباء اللي انتوا بتنيلوه. فهي قصه حلوه جدا، حلوه جدا 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 جدا. المره دي دخل ناس جديده برضه. ايه دخل ناس جديده يعني اسمها جلال مثلا، مش دي جديده؟ لا يا عم انت، هي جديده الجزء الاول اصلا. الناس الجديده اللي هم اقول لك اول مره اشوفها باين. لا اقول لك ان الناس الجديده معظمهم اللي بيجوا في المسلسل ده اللي هم ايه بيبقوا شغالات والكلام ده. طبيعي يبقوا ناس جديده كده. انا خلصت مسلسلات. يا ساتر. بس اقول لك على حاجه بقى، انا مش عارف تتفق معايا ولا لا. انا حاسس نص الحلقه مسلسلاتك. انا حاسس ان النص الثاني من رمضان ما فيهوش مسلسلات كتير، ما فيهوش مسلسلات كتير زي النص الاولاني. يعني شوف انا بتفرج على ايه في النص الاولاني كتير جدا. تخيل انا هتفرج على ايه في النص الثاني. النص الثاني هتفرج على الغاوي. ده انا متحمس له جدا عشان بتاع مكي، متحمس له جدا. هتفرج على الغاوي ونص الشعب اسمه محمد وقلبي ومفتاحه ومنتهي الصلاحيه. انا بفكر في عايشه الدور، وبفكر نوعا ما في منتصر عشان شفت لقطات كان بيجي على التلفزيون بيقولوا فكرته جديده، فمش عارف بفكر هو انا بقول لك انا بتفرج على ده بالذات عشان مروان مسلمان فقط. يعني اللي انا خلينا نخش. هو عامه بيقول لك منتهي الصلاحيه ده بيقولوا فكرته جديده اول مره تتعمل. هو حلو وكده كده كنت عايز اخش اتفرج عليه، ولكن انا نسيته. اللي خلاني افتكره ريل من مروان مسلمان، ده اللي خلاني افتكره قلت يلا بينا. استنى مسلسلي. لا مش استنى مسلسلي، استنى اللي هو كان ظاهر في حلقه فبيقولوا ان هو ظهر فيه. قلت ايوه صح، ده انت في منتهي الصلاحيه. وعلى فكره قلبه مفتاحه ده هو نزل اصلا من الجزء الاول من رمضان. انما انا مع كميه المسلسلات اللي بتفرج عليه فما فيش وقت ان انا اتفرج عليه، فخليته للنص الثاني. عشان كده بقول لك النص الثاني ما فيهوش مسلسلات كتير، واللي نازل فيه واللي المسلسلات اللي نازله فيه انا حاسسها اقل بكتير. يعني تقعد 3 ساعات ولا اقل هتفرج على كله. لا القصه مش كده. انا بتكلم ان حاسس ان الجزء الاول من رمضان كان فيه مسلسلات حلوه جدا. يعني شوف احنا قلنا قد ايه، قلنا فانت خايف ان يكون الجزء الثاني مش حلو قوي، فتكون ضامن اللي فيه حاجه بالظبط. ومفيش يا اسطى انت شفت احنا قلنا قد ايه فوق؟ احنا قلنا ولاد الشمس. يا ابني انا مريح دماغي، انا مسلسلاتي كلها 30 حلقه انا مريح دماغي. لا بس قلنا ايه مثلا؟ قلنا جودر وفي ولاد الشمس والكابتن والنص وكامل العدد واشغال شقه والشرنقه. 7 مسلسلات 15 حلقه في النص الاول. وجودر زي ما قلت لكم هو مش وحش، بس انا عشان عارف نوعا ما القصه، فانا ايه ملتهي في الحاجات التانية انا بحبها اكتر. انا بحب ياسر جلال بس زي ما قلت لكم يعني. تحس ان هو للاطفال اكتر ولا عادي؟ لا عادي. اصل يعني الناس الكبيره كمان بتحب قصه الف ليله وليله والحاجات دي. هي في ناس كبيره بتحب قصه الف ليله ده من زمن الزمن قصه الف ليله وليله. ما اعرفش يعني انا قلت لي قصه اطفال فالاطفال هيحبوا المسلسل اصلا. بص الف ليله وليله دي فيها قصص، مسمى الف ليله وليله. ايوه قصص، فيها قصص بالهبل بقى. هو بيحكي قصص بقى يعني. هو اخد قصه منهم على ما اظن وبيعملها مسلسل. اوكي. شفت احنا قلنا كام مسلسل؟ الجزء الاول، النص الاول، النص الثاني، ادي مسلسل 2 3 4. بس لسه في مسلسلات تانية برضه. في اللي هو انت عارف الولد اللي كان في الحريفه، ان مش عارف كان بيقولوا له ايه اسمه. مين؟ ماجد؟ لا
يعني حد من الاربعه. ششتاوي هو عامل مسلسل برضه، طالع في مسلسل السنه دي اللي هو على قهوه ولا ما اعرفش اسمه ايه، حاجه قهوه، طريق القهوه، سكه القهوه، حاجه في مسلسل جديد. فاجئتني بالكلام ده. في مسلسل جديد ماشي، بس معلش برضه انا اسف، مش ده اللي يشيل مسلسل. لا، ما نازل معاه ناس تقيله، مش هو مش بطل المسلسل. ايوه ما اظن مش بطل، هو كان على غلاف مع الممثلين في على غلاف يعني الممثلين تقال. نازل فيه الممثلين معروف. انت انا مشكله ما اعرفش اسمي قوي الصراحه. اقول لك، انت اتفرجت على مسلسل فتوة؟ لا انا بصراحه ما علينا، مش مهم. بس برضه مفيش مسلسلات بنفس القوه، يعني مفيش مسلسلات تبيع، فاهمني؟ ايه المسلسل اللي كنت تتوقع منه الجزء الجديد يخيش؟ الجزء الجديد ما هو مفيش مسلسلات فيها اجزاء كتير قوي. مش عندك انت؟ يعني انا اتفرجت دوبك على العتاوله، هو اللي فيه منه اجزاء وكامل العدد، واشغال شقه. هو ايه فيهم تتوقع كان ممكن يخيش السنه دي؟ كان ممكن العتاوله. انا قلت انت تقول العتاوله. انا العتاوله قلت ليه جزء تاني؟ ليه؟ أيوة. انا قلت هتقول كده. هي كل حاجه خلصت حضرتكم. توبتو فتحتوا مطعم سمك. اما قالوا هيفتحوا مطعم في اخر حلقه. فتحتوا مطعم سمك. اتجوزت حنه. كلهم بقى خلاص، الناس اللي كانوا واقفين في صفك كلهم ماتوا، يعني قصدي اللي كانوا واقفين ضدك كلهم ماتوا. جزء تاني ليه بقى؟ انا ما فهمتش بقى ليه جزء تاني، يعني ايه اللي هيحصل؟ ايه اللي انتوا ممكن تضيفوه في الجزء؟ بس انت لقيته احلى بقى. ما انا كده كنت بتفرج على الجزء الاول، فانا قلت طب ما اخش اشوف الجزء التاني، يعني علشان بالظبط هتفرج على حلقتين، لقيت ان هبل. شكرا قلبي داعيلك. بس لا، لقيت ان الوزان رجع تاني ففهمت هما ليه عملوا جزء تاني. بس اعتقد لو ما كانوش عملوا جزء تاني ما كانش فيه حاجه تحصل، يعني فاهمني؟ ما بقاش وحش يعني بالظبط، يعني لو كان خلص كجزء اول تمام. اصل هو المسلسل هينتهي بايه؟ ما هينتهي يا اما بموت وزان يا اما بموت خطر المنصه، يا ممكن يرجعوا اصحاب تاني بس صح. مستحيل يعني. ممكن مستحيل. اصل اقول لك على حاجه، ما هم اصلا هو ايه اللي خلاهم يقتلوا اللي هو اسمه ايه اللي قتلوه في الجزء الاول؟ الوزان. ما انت لسه قايل اسمه. ليه قتلوه؟ ما اتفرجش عليه. قتلوه علشان هو قتل ابوهم، تمام، وهو قتل ابنهم. طب قتل ابنهم ليه؟ عشان هم قتلوا اخته. يا نهار فانت فاهمين؟ فبعد كل ده بقت 2-2، يعني خلاص المفروض يبقوا تمام متعادلين يعني. على كلامهم بقى، وكلام اللي هي الحته اللي هو 2-2، يعني احنا الاثنين خسرانين فخلاص. مع ان هم كده مستحيل برضه يرجعوا اصحاب، بس ماشي. بس ما خلاص 2-2. لا اسمه ايه، عيسى الوزان مثلا لا عايز ياخد حاجه. طب مثلا بتاخد حاجه هنبدا تاني وهو نفس الصراع، تفهمني؟ فما كانش ليها حكايه جزء تاني. كنت ممكن تقولوا لنا في اخر الحلقه ان الوزان عايش او لحقناه وخلص المسلسل. ما لو لحقناه بقى هيرجع تاني، لازم هيرجع. ما هو خلاص بقى احنا بنقفل على كده ان خلاص هما الثلاثه اصحاب، يعني زي ما انت بتقول لو هما الثلاثه هيبقوا اصحاب كنا نقفل بيها الجزء. ليه عملنا جزء ليه حل؟ ما اصل كده مالهاش حل غير ان هما بيحلبوا، هما لقوا فكره حلوه فقالوا لك يلا نعمل جزء تاني. كده احنا خلصنا كل المسلسلات طبعا، يعني اسفين لو الحلقه طويله، ولكن احنا قلنا اصل ده كل حاجه نلخص ده اخر نص حلقه في العتاوله ده كله. انتوا عايزين اكتر من كده؟ بنشرح بقى بتاع انا اجي اشرح له اول نقطتين اقف يا ابني. طيب في اول نص حاجه كده قبل ما نختم بقى، افضل مسلسل، اسوأ افضل ممثل واسوأ ممثل. انا ما عنديش الكلام ده كلهم بالنسبه لي، يعني انا لا اكيد في واحد انت كنت متوقع منه قليل ولقيته عالي جدا. انا ما توقعتش ان هندي هيعمل مسلسل اصلا. ايه؟ انا ما توقعتش ان هندي. لا انت داخل انا هتفرج على ده في رمضان وانت البطل، ولقيت حد مثلا غير البطل لا اعلى منه بكتير. لا الصراحه ازاي؟ طب مين اسوأ مثلا؟ مفيش برضه. ازاي؟ واحد عادي يا ابني، انا عشان عجباني كله فانا ما فيش حد اقل واعلى، فاهم؟ ماشي. انا كان نفسي اللي كان نفسي يعمل محمد امام، كان نفسي يعمل مسلسل الصراحه. او كان نفسي يعمل الجزء الثاني بتاع مسلسل اللي هو كوبرا. عشان شفت انت نهايته قفلت بايه وجاب مين، ورابط تحس فيلم كان عامله مسلسل. لو خدت بالك اللي كان اسمها ايه دي؟ مي عز الدين. مش عارف كانوا عاملين فيلم مع بعض، فهي رجعت تاني في المسلسل، فاهم؟ هي عامله مسلسل دلوقتي اللي هو قلبي مفتاح. مش قصدي ياسين. هو كان عاملين فيلم مع بعض،
فدخل ده في الاخر دخل حته. لا اصل ايه علاقه عنه ان يبقى ليه جزء تاني؟ ايوه لا ايه علاقه الفيلم بالمسلسل يعني عادي يا عم لا واي حاجه. لا بس مش عارف يعني بص انا بصراحه بالنسبه لي باللي انا بتفرج عليه مثلا واحد انا كنت متوقع منه اقل اللي انا قلت لك عليه اللي هو المخرج اللي انا مش فاكر اسمه للاسف. يعني انت موبايل اسمه ايه؟ انا مش فاكر اسمه والله ما فاكر. انا مش فاكر اسمه تماما بس يعني هنحطها في المونتاج كده بس انا مش فاكر اسمه. اللي هو فادي اللي كان عامل في اشغال شقه ده بصراحه جامد جدا وبهرني في خصوصا في كامل العدد. كامل العدد ايه في الكابتن عجبني كان جدا بصراحه. خلي بالك انا عشان برضو تفهم قصدي انا عامه من الناس اللي بحبها اما بركز قوي اللي هو حلو قوي ولا وحش قوي فاهم. انا بركز بس انا عاجبني انا بركز عاجبني المجمل خلاص مش فارقه معايا الحته ما هقول لك حاجه بقى ده اللي هو ايه انت يا عم يا رب تظهر تاني. لا انا عايزك الواد ده انا عايزه يظهر كتير فهمني. انت بتيجي من كده بس. انا في الكبير كان نفسي العترة يظهر حلو كتير كان تحفه هما الاثنين مع بعض يعني. اسوأ حد مثلا. طب وحته الكبير كان نفسك يعمل جزء تاني ولا حلو قوي برضو كده بعد اخر جزء؟ شكرا قوي كفايه. انا كان نفسي يعمل بس هو عشان حصلت لهم ظروف عشان كده اتلغى. ما لا اصل هنعمل جزء تاني زي الجزء اللي فات. تسلم. ما انت بتعرفش كان هيبقى عامل ازاي. تسلم. طيب بالنسبه لي اسوأ حد والله ممكن اديها الرامز بجد. لا وحش جدا يعني. انا كنت بشتم في لا انت عارف انا نسيت رامز صح. انت عارف ان انا كنت متوقع السنه دي اللي رامز المقلب بيبقى اكتر. هو فين المقلب؟ وتوقعت اللي هو عشان شفت حاجه تانية اللي هو بيقولوا هيعمل حاجه اسمها قصر الموت ولا قصر مش حاجه قصر مقفول زي ما كان بيعمل قبل كده زي عامل فرعون لما كان عامل اللي هو بتاع فاهمك بتاع حريق ومش عارف ايه. كنت متوقع حاجه زي كده فقلت هتبقى حلوه. لا دي وحشه يعني هو ده خيط توقعي شويه اللي حاجه انا مش فاهمها. انا عارف ان احنا طولنا في اخر حاجه احنا كنا المفروض نختم بس حاجه اخيره والله. هو يعني ايه لاعب كوره يجي تقييم ولا مسابقه مواهب؟ دي انا مش فاهم ايه اللي دخل الكوره في مسابقه المواهب. عمرك شفت لاعب كوره في مسابقه مواهب؟ هو ممكن جابه على اساس اللي هو ايه بني ادم عادي بيقيم. يعني ايه يعني يا عم مغنيه نفهمها ممثل نفهمها انما لاعب كوره هيجي يتفرج على تجارب اداء انت عمرك شفتها؟ وانا الصراحه حتى ما شفتهاش في حته الصراحه يعني ايه ما شفتش يعني انا كلاعب كوره هم الممثلين مغنيين بصراحه. انا كلاعب كوره انت جايبني علشان يعني هنقول ان هم مش عارفين زي ما انت بتقول. انا كلاعب كوره ليه اروح تجارب اداء؟ انا بقول لك في ناس بتقول مش عارفه في ناس حلو. انا ليه هروح انا كلاعب كوره ليه اروح تجارب اداء؟ انا مالي يا باشا. انا تجارب اداء ايه؟ انا مالي انا ايش عرفني ده صوته حلو ولا وحش؟ طب ما تجيبنا على الماتش طيب تفهمني. انا ماليش دعوه بالقصه دي يا باشا. انا لاعب كوره ايش عرفني بقى بيمثل حلو ولا ما اعرفش ايه ولا الكلام ده كله. وتجارب اداء اللي ما في حتى زرار امامهم ان هم يدوسوا بس او نو. ده اول مره اشوف تجارب اداء كده لا عادي هم عاملينها بالحب فاهم اللي انت حبيت تسقف مع حد يعني يا جدع طب حط زرار النور حتى. أنا ده لو مش عاجبني ازاي اطلعه؟ انا نفسي محمد رمضان قصدي رامز يعمل فيلم او مسلسل. هو حلو في الافلام. طب يا ابني ما هو بيعمل عمل احمد نترودام خلاص يعمل قصدي حاجه جديده في رمضان برضه فيلم مع مثلا مع برنامج مثلا او مثلا يعمل فيلم جديد اكتر. قصدك مسلسل بقى؟ مسلسل فيلم في رمضان بس في رمضان في نطاق رمضان مش اكيد ما فيش فيلم ينزل في رمضان عادي. الفيلم هينزل ازاي في رمضان؟ لا طبعا فيلم مسلسلات جزء 5 دقايق بس يعمل قصدي حاجه يعني برضه فيلم كوميدي اكتر كده يعني. هو حلو في الافلام. انا بحب رامز في الافلام الصراحه. هو حلو في الافلام اكتر من برنامج اخر كام فتره يعني. حلو مش وحش حلو ماشي. كان في حاجه كنت عايز اقولها بس مش فاكر والله. كنت في حاجه عايز اقولها في حته رامز دي اللي هي على حته المقالب نفسها بقى. لا اللي هي الاداء والكلام ده كله وتدوس على الزرار والكلام ده. ما علينا مش فاكر مش مهم. تعالى نختم الحلقه حد هنا كفايه قوي عشان هطولنا تقريبا قوي على الناس. ممكن ان شاء الله تشوفوا فيديو تاني بس رمضان بالظبط. الجزء التاني بقى لما رمضان يخلص
نشوفكم في حلقه جديده. نورتنا وشرفتنا وربنا معاك على اللي انت تتفرج عليه. انت نفس الكلام يعني والله ربنا معاك في اللي انت تتفرج عليه. اكتبوا لنا يا جماعه. طب اقول لك على حاجه، اكتبوا لنا يا جماعه مين مسلسلاته افضل، انا ولا هو؟ ماشي. وقولوا لنا اختياراتنا للمسلسلات الجديده اللي هتنزل برضه حلوه ولا لا. واكتبوا لنا لو في مسلسل احنا ما اتكلمناش عليه اصلا وهو لا انتوا شايفين ان هو حلو جدا، ممكن زي الحلنجي مثلا. مثلا يا عم انا بقول الحلنجي، بقول لهم عايزين مسلسلات عيد حلوه يعني الحلنجي يا ابني. عايز ممكن في ناس كتير على مين بيتفرج على الحلنجي؟ بطل انت اكيد والله اللي بيتفرج على الحلنجي او قلت لي اسمه ايه؟ مش هقول لك اسمه. الاذكياء فقط. الاثنين بطل. والله انت بطل انت بتتفرج على حاجه. هو الحلنجي انت اكيد فهمت من اسمه القصه ماشيه ازاي. شفت برودكاست؟ لا الحمد لله. هم كلهم بيشتموه من الواضح. برودكاست ده برود على اسمه هو برود فعلا. يا لهوي ايه ده؟ سيدي ولا ما اعرفش مين ده. وباين قوي ان هم برضه عارفين الممثلين. انا فكرت اللي هو العسيل ده اللي هو التاني السعودي لا اللي بيضحك. لا ده مختلف. ايوه ما هو يا ابني سعودي. ايوه لا ما في واحد اللي تاني كان طالع مع رامز قبل كده في مره. اقول لك ايه. لا ما انا مش عارف مين من السعود، ما علينا مش مهم، ابقى اوريهولك يعني. أيوة بس لا وحش قوي وحش قوي. فبس كده يا جماعه جينا لنهايه الفيديو. يا رب يكون الفيديو عجبكم. معلش حاجه تانية. خلاص كفايه الناس اتخنقت. ثلاث مرات ننهي. انت اكيد الحلنجي انت فهمت هو قصته ماشيه ازاي من اسمه طبعا. يعني ممكن ما يكونش من قصته يعني ممكن لا اسم كده. هو الاسم لا هو اسمه الحلنجي بس بيبلف الناس بالكلام وحاجات زي بطريقته ومش عارف ايه. ماشي فهمت هو ده اسمه. بس انا فهمته من حلقه. بيقولوا ان معاه كرو حلو، يعني بيقولوا ان معاه ممثلين في المسلسل حلوين جدا. هو اصلا محمد رجب ممثل تقيل بس ماشي. طيب خلاص كفايه ننهي. أيوة. ننهي كده يا جماعه. يا رب ما تقولش حاجه تاني. نشوفكم في فيديو جديد. يا رب يكون يومكم سعيد. ما تنساش تضغط لايك شير تحت طبعا قناه الجيمنج عشان هينزل عليها الفيديوهات اللي قلنا عليها. نشوفكم في فيديو جديد. ما تنساش ان في فيديوهات تحدي بتنزل برضه مع رمضان، وفي برضه فيديوهات اللي بتنزل هناك سبت وثلاث عندك. لا عندنا سبت وثلاث كل الساعه 3. وهو برضه عنده في حلقات يوم الخميس الساعه 3 والسبت تقريبا برضه الساعه 3 هو حد وثلاث الساعه 3 برضه بالظبط. والخميس 3 في الحدود دي. ماشي نشوفكم في فيديو جديد. يلا رمضان كريم عليكم. نشوفكم في النص الثاني. سلام.